يا صباح الورد والفل والياسمين والجمال على عيونكم الحلوين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا عليه يا جماعه. ان شاء الله النهارده هنعمل اكله حرشه كده من بتوع زمان، من بتوع جدتي وجدتكم. ان شاء الله هتعجبكم قوي. طبعا احنا فرزنا مع بعض الفول الاخضر في موسم الشتاء، طبعا الفول بالزرع في الشتاء تمام. فطبعا ما اوعي تفوتي فرصه ان انت تخزني الخضار بتاع الصيف وبتاع الشتاء، لان بجد 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 بينفعك طول السنه. زي مثلا الفاصوليا اللي انا فرستها معاكم تقريبا من كام حلقه كده، ما شاء الله حلوه جدا وطعمها حلو قوي. انا عملت ايه دلوقتي؟ انا عملت راح اعمل كشري فول اخضر. فحطيت بصله تشوح بس كده، وكان فص توم معاها اللي انا حطيتهم في الاخر. طبعا عارفين ان طبعا التوم بياخد لون بسرعه قبل البصل، فعشان كده انا حطيت البصل يتشوح الاول وبعدين حطيت التوم. مفيش كشري من غير توم، ممكن تدقيه له شويه توم نيين وتحطيهم فيه كمان وهو بيستوي وهو بيغلي يعني. شايفين شكل الفول اهو؟ شايفين لونه عامل ازاي؟ مفرزينه بطريقه صح، فعشان كده لونه حلو قوي. فهعمل ايه بقى دلوقتي؟ طبعا هو لسه محجر كده زي ما انتم شايفين من الفريزر، ما بفكوش قوي، بخاف يعني الحاجه تتفك قوي يجي لها جراثيم وبكتيريا وكده، فبحطها نص تجميد كده. هسيبها بقى مع نفسها كده تتشوح. طبعا الفول هينزل ميته مع ميه البصل، فهيستوي مع نفسه. هو طبعا كده كده مستوي لان احنا مجهزينه للطبخ على طول. انا عملت ايه دلوقتي؟ انا هحطه اهو شوحته، كل شويه بديله تقليبه لغايه اما خلاص احس ان هو شرب ميته. هنبدا نضيف له، شايفين الميه بتاعته بدات تقل خالص اهي، كانت اكتر من كده على فكره. فهنضيف الرز بقى تمام. الرز مغسول ومنقوع تقريبا ساعه، ساعه الا ربع كده. هحط بقى شوية كمون. فول بالكمون بيبقى حاجة تانية خالص يعني. بصوا حاجة فاخر من الآخر زي ما بيقولوا. طبعا أنا حاطة على العين التانية الطاسة اللي هي الوك الغويطة دي بغطاها، وحاطة فيها بطاطس بتتحمر تمام. انا بقى ايه صفيت الرز وهحطه عليها زي ما انتم شايفين، هديله تشويحه وهحط له ميته والملح بتاعه تمام. ما بحطش بهارات خالص في الفول الاخضر غير الكمون. احيانا بحط اللي هو الكركم والكاري عشان يديله لون مصفر شويه يعني. اما احب اغير اللون الطبيعي بتاعه اللي هو المخضر ده، لا احب اخلي لونه اصفر، احط له شويه كركم او كاري تمام. مش بيغيروا في طعمه خالص، بطعمه بيبقى حلو برده. بس يعني ايه الطريقه دي الاصليه. انا بقى عايزه اعمل له ايه يعني؟ هو الشوح كويس اهو، عايزه احط له خضره، فانا ما عنديش، فعندي في الفريزر زي ما انتم شايفين مكتله كده ومحجره. فهعمل ايه؟ هحطها عليه وهحط له الميه بتاعته ساعه ما هيغلي، هي هتفك الخضره دي وهتتقلب فيه كويس قوي تمام. انا دلوقتي كنت بكسر بس ايه القطعه ديت من الكيس اللي انا مفرزه فيه. هتشوفوا لونها قد ايه اخضر، انا مفرزاها لونها اخضر قوي، طعمها حلو قوي اكنها طازه، لان انا شلت الهواء اللي في الكيس كله. الفريزر لما تيجي تفرزي خضره بالذات حشي الهواء اللي في الكيس كله، شفوطي الهواء كله وبعدين فرزي تمام. هنبدا نفرز مع بعض بقى الملوخيه. كل سنه وانتم طيبين. علشان خاطر خلاص موسمها بدأ بقى اهو. الملوخيه الناشفه اللي كانت عندنا خلصت، وهقول لكم تحافظوا عليها خضره ازاي طول السنه، ولو عايزين تحمصوها كمان تحمصوها ازاي تمام. انا هحط الميه اهو. طبعا الخضره بتاعتي شايفين لونها كل ما بيتحط ميه وتفك، شوفوا لونها عامل ازاي، اللي بيطلع اكنه لسه اخضر طازه اهو. شايفين شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله لونه بيبقى اخضر قوي. فاهم حاجه تطلعي الهواء اللي موجود في الكيس نفسه تمام. طب انا بعقد ازاي للفول؟ بعقد له اقل من الرز العادي. ليه؟ لان الفول طري اساسا وهينزل صوص برده، والخضره ديت طريه، وعايزين نبقى رز مش معجن، وهوريكم قد ايه هو مفلفل. فبعجن له، بحط له ميه اقل من الرز العادي، حاجه بسيطه تمام. شايفين الرز اهو بعد ما استوى ما شاء الله زي العسل. لسه سخن طبعا على النار، بس انا بقى ايه بديله تقليبه كده علشان خاطر هنغرف بقى. عايزه اوريكم بس الحبايه بتاعته عامله ازاي، شايفين مش معجن ولا حاجه. هنبدا نغرف مع بعض ونشوف احنا جهزنا ايه. طبعا البدنجان غالي جدا دلوقتي في السوق، فمش لاقيه اصلا يعني. انا رحت النهارده جبت، امبارح جبت من بالقاس ب20 جنيه والله البدنجان. فما كانش بقى في اليوم ده في بدنجان، حمرنا شطه كده وبطاطس، وادي الفول القمر بتاعنا شايفين شكله عامل ازاي، عسل 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 فاخر من الاخر يعني. المخلل ده انا عاملاه في البيت، انا ما بشتريش مخللات نهائي. وسلطه وبصل معمول بالخل والليمون، والبيض بتاعنا حمرته وحطيته جنب البطاطس، وبالهنا والشفا. ووجبه حلوه قوي وبجد حرشه جدا وطعمها خطير. عايزاكم تجربوا الكشري بالطريقه ده يعجبكم قوي. عايزه منكم تشجيع كويس وشويه لايكات. شايفين الرز ما شاء الله مفلفل وزي العسل اهو، مش معجن ولا حاجه. كده تعرفي ان الرز بتاعك تمام التمام. الى اللقاء في الحلقه الجايه، احلى عيله في الدنيا.